أهلا وسهلا. زي ما اتفقنا مع بعض هنبدأ دايت جماعي من يوم 20 مارس. النهاردة هقدم لحضراتكم حلقة الأسبوع الأول اللي هنتكلم فيها عن النظام الغذائي للأسبوع الأول من الدايت الجماعي بتاعنا. يلا نبدأ. النظام الغذائي للأسبوع الأول من الدايت الجماعي اللي بنعمله مع بعض. هتكلم في الأول عن البدائل الغذائية اللي موجودة في كتاب كاراتاي دايت، وبعدين في آخر الحلقة هحط لكم جدول مقترح للأسبوع الأول، ما بين الكلام اللي قايله الدكتورة وبعض الوجبات اللي احنا عدلناها. لازم نتفق الأول على شوية أساسيات، أولها إن احنا هنمشي بنظام الثلاث وجبات. الوجبة الأولى اللي هي وجبة الإفطار هتكون من الساعة 7 للساعة 9. بدايل وجبة الإفطار زي ما موجودة في كتاب كاراتاي دايت، ونحاول نعدل فيها بحيث يتناسب مع إمكانياتنا ومع الوجبات اللي موجودة عندنا في البيت. البديل الأول عدد 2 بيضة مطهية نصف طهي، غير مطهية جيدا، ويمكن أن تكون مسلوقة أو أومليت مع بسطرمة أو بدون بسطرمة مع استخدام دهن صحي. البديل الثاني قطعة جبن ملح خفيف مقدار راحة اليد، يعني حتة جبنة قد يعني شريحتين جبنة قد حجم علبة الكبريت. لا يؤخذ مع الجبن أي معجنات أو توست. يستبدل الخبز بمقدار صغير من المكسرات النية الغير محمصة، ملح خفيف زي اللوز والبندق والفول السوداني والجوز اللي هو عين الجمل عندنا في مصر. وهنا طبعا ما قلناش لب ولا لب قرع، لان دي زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت انها بذور زيتية وليست مكسرات. عدد 8 ل 10 حبات زيتون ملح خفيف، سواء متبل او معصفر او غير متبل. ممكن ناخد مع الفطار طماطم او فلفل او فجل او بقدونس او نعناع او جرجير على حسب الكمية اللي نقدر ناخدها وعلى حسب المتاح لينا. كوباية شاي بالليمون او حليب، وطبعا من غير سكر. ده بالنسبة بدايل وجبة الإفطار. ملحوظة، الدكتورة بتقول لو انت مش هتقدر تقعد من 4 ل5 ساعات بدون إفطار، بدون أكل يعني، وهتشعر بالجوع من خلال 1 ل2 ساعة، اعرف ان اي حاجة هتاكلها بعد ما تجوع هتكون ضارة لصحتك. لكن في الحالة دي لو شعرت بالجوع بعد الإفطار بساعة لساعتين، يمكن تناول أي مشروب ساخن بدون سكر. الوجبة التانية هي وجبة الغداء، ودي بتكون بين الساعة 1 للساعة 3 الظهر. بدايل وجبة الغداء، ودي الأهم طبعا لأنها الوجبة الأساسية. هنقول البدايل التركي اللي موجودة في كتاب الدكتورة كراتاي. خضار باللحمة يكون مطهي بزيت الزيتون، أو 3 ل5 شرايح لحم بقري أو لحم غنم أو بفتيك أو بوريك لحم. بوريك لحم اللي هو اللحم الملفوف في رقائق المعجنات. وبرضه ما ناخدش معاها أي خبز أو رز أو مكرونة. سمك مقلي أو مشوي، شاورما أو كباب أو كفتة، وتاخد معاها زبادي وسلطة خضراء من غير معجنات برضه. شوربة عدس بجميع أنواعها سواء أصفر أو أحمر أو العدس أبو جبة. خضار زي الرجلة مثلا، ممكن تطبخ سادة أو تطبخ باللحم مع سلطة زبادي ومكسرات وتوم ومشروم. طبعا بديل الرجلة عندنا هي الملوخية، ممكن نستخدم الملوخية بدل الرجلة. سلطة خرشوف أو كرفس أو أرنبيط أو كرنب حسب الموسم، تكون طازة ومش محفوظة. محشي كوسة أو فلفل أو سلق أو بتنجان، وطبعا يكون محشي بالخضروات واللحم المفرومة، مش محشي بالرز. فاصوليا ناشفة أو حمص أو فول مطبوخ مع لحمة أو بسطرمة. خلي بالنا الكلام ده من الكتاب، يعني معنى كده إن الفول مسموح بيه، أو بسطرمة أو لحم مفروم مع بصل وسلطة خضراء. كل انواع الشوربه المتحضره في البيت زي شوربه العدس وشوربه الطماطم وشوربه الخضار من غير بطاطس ومن غير لسان عصفور.
ممنوع منعا باتا الشربات الجاهزة سريعة التحضير. ويمكن الحاجات اللي قلناها فوق دي كانت الطبق الأساسي. ممكن ناخد معاه طبق جانبي واحد من الأصناف التاني اللي جاية دي، طبق لحمة أو سمك مع كمية كبيرة من سلطة الموسم والبصل واللبن والزبادي. سلطة الجاجك. سلطة الجاجك هنا أكلة بيعملوها الأتراك، عبارة عن شرايح خيار مع لبن زبادي ونعناع. طبق مخلل مشكل ويكون ملح خفيف، ويفضل لو معمول في البيت. وبالنسبة للناس اللي ما يقدروش يستغنوا عن الفاكهة، ممكن ياخد بدل الحاجات اللي فوق دي ثمرة واحدة من فاكهة الموسم اللي قلنا إنها بتكون منخفضة في مؤشرها السكري، زي التفاح والكمثرى والموالح. دي كلها المؤشر السكري ليها من 35 ل 40. برضو بنعيد نفس الملاحظة، انك لو ما كنتش قادر تقعد 4 ل 5 ساعات من غير اكل، فمعناها ان اي حاجة هتاكلها هتأثر في معدل نزول جسمك وهتمنع النزول. ولكن يمكن تجنب الشعور الشديد بالجوع ان احنا ناخد اي مشروب بدون سكر، او اللبن الرايب او اللبن الزبادي بدون سكر برضو. بالنسبة لوجبة العشاء، على حسب الكتاب احنا ممكن الشخص اللي يقدر ياكل من وجبة الغداء ممكن ياكل برضو نفس وجبة الغداء في وجبة العشاء. على فكرة العشاء بيكون بين الساعة 6 والساعة 7. الشخص اللي عنده قدرة على انه ياكل من نفس الاكل اللي اكل منه في الغداء، هياكل من بواقي الغداء، او هيبدأ ياخد بيض مسلوق او اي بديل تاني. بالنسبة طيب نقرا الملحوظة دي وبعدين نروح للبرنامج المقترح بتاعنا. توقيت الوجبة والمؤشر السكري للبديل اللي هاخده في الوجبة مهم جدا لتحقيق الهدف من النظام الغذائي، وهو فقد الوزن. عشان كده لازم نتجنب ان احنا ناخد اي فاكهة مسكرة او مشروبات غازية او مشروبات محلاة بالسكر. الشريحة اللي جاية هنحط البرنامج الغذائي بتاعنا المقترح اللي ممكن نعتمد عليه او نعتمد على البدائل اللي قلناها طول الفيديو اللي فات. اتكلمنا في الحلقة دي عن برنامج غذائي لأسبوع كامل، مقترحات الدكتورة كراتاي، وحطينا صورة البرنامج الغذائي اللي احنا بنقترحه. أتمنى لو شايف إن الفيديو ده مهم ياريت نشاركه مع بعضينا، وهنتقابل في حلقات بث مباشر نتناقش فيها حول الدايت الجماعي اللي احنا بدأناه. ياريت اللي هيبدأ معانا يقول لنا الكلام ده على الجروب بتاعنا في الواتساب، أو أسفل الفيديو في التعليقات، او على الجروب بتاعنا في الفيسبوك. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه اللي بنتكلم فيها عن الدايت الجماعي بتاعنا اللي بدأ من يوم 20 مارس.